بعد الاختفاء الغامض لصلاح بن عبد الله في نيم في فرنسا، الأخصائي النفسي اليوم مشى ولده من عمره 1995، عمره 30 سنة، قتل باباه، مشى للشرطة الفرنسية قال لهم راني قتلت بابا وراهو موجود في البلاصة الفلانية. مشت الشرطة الفرنسية لك البلاصة الفلانية ما لقوش الجثة متاع الأب متاعه، الأب اللي كان يعني مقيم بفرنسا لسنوات، عنده الجنسية الفرنسية، هو كادر في الصحة واخصائي نفسي. بنته كانت خرجت قبل بيامات وقالت رو بابا ضاع ما لقاتوش، امه كانت روحت لتونس، ولده كان في مصح عقلي صغير، امه قبل ما تروح لتونس خرجت ولدها من المصح العقلي، فك الايامات هذيك اللي خرج منها المصح العقلي يعني اختفى الاب نتاعو، وبعد الاختفاء مشى الاب باش يقول لهم راني قتلت بابا. فما شكون يقول راهو صفوه، ثم شكون يقول راهي تصفية حسابات، وثم شكون يقول راهو بالحق ولده قتلوا. الله اعلم ما تبسره، الله يرحمه وينعمه ويصبر زوجته وبنته وعائلته الكل. برشا ضغط على التوانسه في فرنسا، برشا ضغط على التوانسه في الغربه، ان شاء الله ربي معانا وكهو.